نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. ساكا يأسر قلوب المغاربة بموقف بطولي، ويكشف سببا صادما وراء حبه للمغرب بهذا الشكل. أي مغربي بعد انتهائه من مشاهدة هذا المقطع سوف يعشق لاعبا اسمه بوكايو ساكا، بل وربما لو واجه نايف أكراد مرة أخرى في البريمير ليج ربما يشجع المغاربة نجم أرسنال على حساب لاعب منتخبهم. بالطبع هذه مزحة، فلا نقاش في دعم ومساندة المغاربة لمحترفيهم في كل مكان، ولكن ما فعله ساكا وتصرفه البطولي الأخير يستحق عليه تمثالا في شوارع الرباط وجداريات عملاقة تزين جدران مراكش، لأنه عكس حبه وتقديره للشعب المغربي ولبلاد أسود الأطلس بأفضل طريقة ممكنة. إجراء صادم وغير متوقع للاعب لا يربط بينه وبين المغرب أي شيء، ولكنه ارتبط عاطفيا بتلك البلد الساحرة، وقرر العرفان لها بالجميل عن طريق فرمان أرسله لممثليه بالتحرك لمساندة المغرب في محنتها، ليتحاكى العالم بما فعله نجم أرسنال وقصته مع 84 أسرة مغربية والتي أكسبت قلوب الملايين. في 8 من شهر سبتمبر الماضي ضرب زلزال هو الأقوى بعض المدن المغربية، وأدى إلى وفاة ما يقرب من 3000 شخص وتضرر عشرات الآلاف، وسرعان ما تعاطف العالم بأسره مع المتضررين وأسر الضحايا. ولكن نجم أرسنال كان له تدخل آخر بعدما رفض الوقوف في موقف المتفرج الذي يكتفي بالمساواة وكلمات المساندة، وقرر الاشتراك مع منظمة خيرية كبيرة لدعم ضحايا ومتضرري زلزال المغرب، وقام ببناء قرية حاويات لتؤوي أكثر من 255 شخصا في 50 حاوية، كل حاوية مجهزة تجهيزا كاملا وعبارة عن مطبخ صغير ومرحاض ومكان للنوم والمعيشة ومغسلة، ومحضرة لمقاومة الزلازل والهزات الأرضية. ولم يتوقف عطاء ساكا عند هذا الحد، بل وهب نفسه للمساعدة، وطلب من تلك الجهات الخيرية التواصل معه ومع ممثليه في حالة احتياج أي متضرر أو ضحية من ضحايا الزلزال المغربي لأي مساعدة، وخرج ليقول كلمات وضعته ضمن أطهر لاعبي كرة القدم على الإطلاق: لقد صدمت عندما سمعت عن الزلزال المروع الذي ضرب المغرب، وكنت أريد حقا المساعدة، وبدأنا ننظر إلى ما يمكننا القيام به لمساعدة العائلات النازحة. لقد وجدنا طريقة للمساعدة بسرعة نسبية، وتمكنا من وضع سقف فوق رؤوسهم وإعطاء بعض الراحة والأمل لأولئك الذين فقدوا كل شيء بين ليلة وضحاها. يمكن للعائلات 84 وقبل كل شيء الأطفال 89 الموجودين في الحاويات استعادة جزء من حياتهم اليومية في المواقف التي يقاتل فيها الناس من أجل البقاء ويفقدون منازلهم أو أحبائهم. تصبح أكثر وعيا بالوضع المتميز الذي تعيش فيه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.